السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة ميزون ابتسام، ودائما مع الوصفات اللي سهلة وسريعة. اليوم غادي نتقاسم معكم هاد الوصفة ديال المسمن معمر في الفران. كيجيو مقرمشين ورائعين، والحشوة ديالهم كتجي بنينة بزاف. كنتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر باش تنجح معكم الوصفة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للعجينه ديالنا غادي نحتاجو فيها 3 كيسان ديال الدقيق، وعندي 2 كيسان ديال الفينو. غادي نضيف عليهم شويه ديال الملح، يعني شويه ديال الملح، وغنضيف عليهم ساشي ديال خميره الحلوى فيها 8 غرام، وغادي نضيف عليهم معلقه ديال زيت الزيتون غادي نضيفها معكم، وغادي نضيف معكم شويه ديال الخل. غادي نخلطوا الخليط ديالنا وغادي نعجنوه بالماء اللي يكون شويه دافي بحال العجينه ديال الخبز. غادي نجمعوا العجين ديالنا حدو يتجمع، ما غاديش نعجنوه. كنجمعوا بطريقه يعني سهله، يعني ما كيديليش الوقت بزاف، كنجمعوا يسرع على يدي. وغادي نوريكم الطريقه اللي غادي يعني يرتاح معكم العجين بلا ما تعذبوا لا في الدليك ديالو ولا حتى شي حاجه. كما كتشوفوني انا جمعت العجين ديالي، جمعته برؤوس الاصابع دغيا دغيا. العجينه ديالنا ما كتكونش خفيفه بزاف، ما كتكونش قاصحه. دهنتها بشويش ديال الزيت وعملتها في بلاستيك اللي هو غذائي، وكنخليها ترتاح معنا شحال ما بغيتو ديال الوقت. غادي ندوزو للحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج بصله كبيره، وغادي نحتاج 2 ديال الخيزو، وجوج ديال الفلفلات، فلفله خضراء وفلفل الالوان اللي كنتوفر عندكم. وغادي نحتاج معكم هنايا الزيتون اللي هو مقطع، وشويه دربيع ومعدنوس مخلطين. وهنايا عندي اخترت الحد ديال الشطون، بخرته وزولت منها الشوك. تقدروا تعوضوها بكفته ولا بصدر الدجاج باش ما بغيتو. وعندي هنايا واحد نص شعريه صينيه. صافي هادو المكونات اللي غادي نحتاج. كنعمل البصله ديالي بنات تشحر مع شويه ديال الزيت حتى كطيحنا شويه ديك البصله. عاد كنضيفوا ليها ديك فلافل اللي قطعناهم رقاقين، كنخليهم يتشحروا حتى كيطيحوا شويش. عاد كبنات كنزيد معاهم العطريه غادي نحتاجو هنايا معلقه ديال البابريكا ومعلقه ديال السكينجبير، وغادي نحتاج معكم نص معلقه ولا راس معلقه ديال الابزار، وغادي نحتاج معكم نص معلقه ديال الخرقوم، وغادي نعمل معكم بنات معلقه ديال الفلفله حاره اولا الهريسه. اللي بغى يعملها اللي ما بغاش ما عندوش مع الحار يقدر يتفاداها. وديك الربيع ديالنا كنخلطو، كنخلي داكشي حتى كيطيح مزيان حتى كيطيب. هذاك كنزيد له واحد معلقه عامره ديال سوليس باش كتجي لنا ديك التعليكه، وكتزيد تبنى لنا الحشوه ديالنا بنات. حتى هنا كلشي مفهوم، يعني ما كاينه حتى شي حاجه اللي صعيبه، كلشي ساهل. كنخلي داكشي حتى كيتشحر معنا. كنخليو الخيزو ديالنا هو الاخر، حيت خيزو دغيا كيطيب كنخليوه هو الاخر. صافي من بعد ما دبل الخيزو ديالنا كنضيف ديك الشطون اللي عملت. صافي كتكون هي الحشوه عندي طايبه، يعني شطون صافي ضفته هو الاخر. كنضيف ديك الزيتون قطع، وكنضيف مع ديك الشعريه. بالنسبه للشعريه انا عندي شعريه صغيره، عملت غير نص ديالها باش ما نكثرش الشعريه، عملت غير نص باكيه صغيره. نتوما الا كانت كتعجبكم شعريه عملوها، ما كانش كتعجبكم شعريه صينيه يمكن لكم تفاداوها. صافي كنحركوا ديك الشعريه ديالنا وكنطفيوه على بوطه، وكنخليو الحشوه ديالنا حتى كتبرد تمام. هنايا كندوزو ديك العجين من بعد ما ارتاحت. نشوفوا البنات كيفاش العجين كيكون مرتاح مزيان بلا دليك بلا حتى شي حاجه. صافي كنقسموا على كرات اللي يكونوا صغارين، يعني نتوما على الحجم اللي بغيتو يجيكم الرغيفه ديالكم. انا قسمتهم على هذا الحجم هذا، خرج لي 21 حبه. غنبقى نقطعهم بهذا الشكل هذا من بعد ما دهنت يدي بالزيت. صافي حتى غادي نكمل ديك العجين ديالي كامل، وغادي نغطيه بشي بلاستيكه باش ما كيتشرقليش العجين حتى كيرتاح مزيان. عاد عاوتاني كندوزو لمرحله اخرى. بالنسبه لهاد المرحله ديال التوريقه بنات، انا ديال الطريقه اللي كنورق بها، كاين اللي كيورق بالزبده، انا كنورق بالزيت والنشا، كيخليها تجي مقرمشه ومورقه مزيان، يعني الفلطاج ديالها كيجي مزيون. هانتوما كتشوفوا الطريقه. يعني من بعد ما ارتاحنا العجين ديالنا كنطلق العجين ديالنا رقيق، وكندهنو بديك مايزينا يعني اللي هو النشا والزيت ديالنا،
وكنزلو ديك العجين ديالنا يرتاح. يعني كنبقاو هايده كنكمل بهذه الطريقه حتى كنكمل ديك العجين اللي عندي كامل منزل. عاد كندوز الطريقه اللي غادي نعمر بها. عاد كندوز الطريقه اللي كنعمر بها. يعني كنبقى هايده، يعني كنطلق العجين ديالي وكندهن بديك النشا والزيت اللي خلطت مع بعضياتهم باش كيتورقنا العجين ديالنا، كيجي مورق. وكنبقى هايده حتى كنكمل العجين ديالي كامل. من بعد ما كيرتاح، هاد الطريقه اللي كنعمر به، كل مسمنه كنجيبها وكنحاول نفتحها على الشكل المربع ديالها كما كان. وكنعمل الحشوه وشويه ديال الفرماج الا كان عندكم متوفر، ما كانش ماشي ضروري. وكنشكلوها على هاد الشكل. يعني هنايا الطريقه سهله مالا، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي ما مفهوماش هنايا. من بعد ما كملت العجين ديالي كامل، كنشبر واحد الصفاد بيضه، كنخلطو بشويه ديال النسكافي. تقدروا تعملوا معاه صوص الصوجا. كندهن به ديك الرغيفه ديالي كامل وكنرشهم بالبافو. هاد المرحله ديال الاختيار هي ديال بغيتو بافو بغيتو تخليوهم حسبيين، تقدروا تخليوهم حسبيين دهنوهم بديك اصفر البيض. انا كنختار هيدا كيعجبني شويه هيدا الزواق. عملت شويه ديال البافو وكندخلها نفرن. بالنسبه للتطيب، انا طيبتهم على 180 درجه. الفران انا عندي الحراره ديالو مرتفعه. الا كنتو ما عندكم فران درجه الحراره ديالو منخفضه، تقدروا طيبوهم على 220 درجه. كتشعلوا لهم من تحت حتى كيتحمروا شويه، عاد كنشعلوا لهم من فوق. وهيدا كيكونوا واجدين معنا. هي الطريقه اللي كنطيبهم بها انا حتى كنشوفهم تحمروا، عاد كنجبدهم من الفران ديالنا. وهادو البنات هما مسمنات ديالنا من بعد ما طابوا وخرجتهم من الفران. غتكونوا شفتوا التقرميشه ديالهم في الاول ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وخليوا لي شي تعليق مزيون. نشوفكم فيديو اللي ماشي. السلام عليكم.